أحبابي في وكل العالم اللي بيرزح تحت الحروب، إنه الله عز وجل يرفع الحروب عن العالم والعالم يعيشوا والإنسانية كلها تعيش بسلام يا رب العالمين. في ناس ضافت إنه إحنا تعلمنا منكم مصطلحات جديدة، مصطلح روح الروح ضفتوا للقاموس مصطلحات جديدة، خرفنا على الموضوع. والله أنا يعني محبتي لريم، وخاصة إنه يعني علاقتي معها إنه انولدت في نفس يوم ميلادي، كان إلها بصمة في حياتي يعني جميلة جدا، ويعني بقت أشعر من خلالها إنه أنا يعني لازلت طفل بحمل الأخلاق، أخلاق الطفولة، أخلاق الإنسانية، الطهارة اللي في الأطفال والبراءة، أنظر إلها هي كل شيء جميل في حياتي. هذه السلحفاة كانت يعني معشوقة ريم، بقت تجي هذه من طعمها خيار وجرجير، فيش جرجير اليوم اللي هو الروكة، فبنجيب لها خيار، بقت ايش تقول لي انا الزلحفاة طعميني خيار، والها عاد إيه كل يوم خيارة خاصة إلها، يعني سبحان الله، الله يرحمها. طبعا اليوم يوم ميلادك ويوم ميلاد دريم، أنا كان بودي بس أنت عارف البلد خاوية، فهاي أنا أجتني بعيد ميلادي. تخيل هاي أنا بصدر رحب أنا اللي قدرت عليها. كل عام كل عام وانت طيب. أشكرك واهلك وترتيل بنتك. هذه عطر هاي حنفتحها، مش عارف ايش فيها، انا مش عارف ايش فيها، انا ما فتحتها. تعرف انا لا بعرفش. اغلى شيء في حياتي واجمل شيء انه انا يكون في عندي الطيب، العطر اللي هو لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش، كان يحب الطيب. العود الاصيل، اوه بو 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 ماي ماي جاد. لا، العود الاصيل هذا من اطيب العطور اللي انا يعني بتعطر فيها. طيب الحمد لله والله بس محبه والله. العطر الشباب هاي محبه كل عام. شكرا لكم. يعني انا خجلان اقول لك وبيوم ميلادك عشان ريم، ولكن يا الله يا رجل، الطيب لا يرد. موفق انا. الله اكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيب لا يرد، يعني اذا واحد اعطاك طيب وانت كان عندك كوم طيب ما تردوش. الله، انا بحب اقول لك روح الروح. هذا يعني من لطف اخلاقك وولاية البيض. اتقدم لكم بالتحية ولعموم اهلي في الجزائر، واقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك علينا أن نتعرف على الله حق المعرفة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان، فلما تعلمنا الإيمان تعلمنا القرآن، فازددنا بالقرآن إيمانا. الأصل في ديننا أن نتعرف على الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التعرف على الله أي التوحيد الخالص. أهلي وأحبابي في ولاية